ازاي تنشئ دكتور ومعاه جدول مواعيده في نفس العملية مع ان اكسبريس مش بيديك ترانزاكشن بشكل مباشر؟ ولو جزء المواعيد فشل، هو انت هتسيب دكتور رو من غير مواعيد؟ وكمان ازاي تمنع ان نفس المريض يتسجل اكتر من مرة بعد كل حاجة؟ في الفيديو دوت هتشوف المانيوال رول باك، البيشنت ابسيرت، واللي بيزنس لوجيك مش موجود في الراوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بكم في الحلقة التانية من الباك إند لنظام حجز العيادة. في الفيديو اللي فات جهزنا الفولدر ستراكشر والاوثنتيكيشن، بس النهارده هنبدأ في منطق المشروع نفسه. هنشتغل على جزئين: الدكاترة والمواعيد. أول حاجة خليني أوريك الراوتس بسرعة، لأن طريقة الوصول لوحدها بتوضح منطق النظام. الباترن هنا مقصود القراءة بابليك والكتابة admin only، ما عدا حجز الميعاد، وده هو بابليك لأن ده أساسا الهدف من السيستم. المريض ما ينفعش أطلب منه يعمل أكاونت لمجرد إن هو يحجز. خد بالك برضو من ترتيب الميدلوير. require auth لازم تيجي قبل require admin. require admin بتفحص request user dot rule، والrequest user أصلا مش بتكون موجودة غير بعد ما require auth تشتغل. الفاليديتورز بيشتغلوا قبل الكنترولر، فبالتالي قبل ما الكنترولر يشتغل فاحنا عارفين ان شكل البادي صحيح. يلا نخش على جزء الدكاترة. أول جزئية هنا بسيطة، عندي اند بوينت للقراءة وديت بابليك عادي، لقيت قائمة الدكاترة بابليك فيسنج انفورميشن، يعني الانفورميشن ديت بابليك لأي حد. بس الجزء المهم بيبدأ فعلا هنا. إنشاء الدكتور مش رو واحد بس وخلاص، لا، أنت تنشئ الدكتور ومعاه جدول التوفر الأسبوعي بتاعه. أول خطوة بنضيف الدكتور نفسه، وبعدها بنرجع الأي دي اللي الداتابيز عملته. الأي دي دوت مهم لأنه محتاجينه عشان نربط الافيلابيلتي بالدكتور الصح. بعد كده بنعمل لوب على الافيلابيلتي اري، ونضيف الدكتور اي دي لكل سلوت. وبعد ما نجهز الروز بنعمل لهم انسيرت كلهم مع بعض. طيب لحد هنا كويس قوي، بس السؤال الحقيقي ايه اللي هيحصل لو الانسيرت الافيلابيلتي فشل؟ هنا بقى بيظهر دور المانيوال رول باك، يعني لو الجزء التاني فشل بنرجع نمسح الدكتور اللي اتضاف عشان ما نسيبش ستيت مكسوره في النص. هنا استخدمنا مانيوال رول باك. هو حقيقه الترانزاكشن او ار بي سي كانت هتبقى افضل، بس انا سبت المنطق جوه السيرفيس لاير عشان الشرح والفلو يبقوا واضحين. ده مش اقوى حل انتاجيا، خلي بالك من النقطه ديت، بس هو تريد اوف مقصود عشان ال في بي والشرح. دلوقتي نخش على الفانكشن اللي بعدها. انت لما تيجي تحدث بيانات الدكتور انت ممكن تبعت availability جديدة، فما ينفعش انت تحدث ال availability كلها مرة واحدة، وهقول لك ليه بعد شوية. فأول حاجة بنعملها ان احنا بناخد سناب شوت من ال availability الحالية قبل ما نعمل أي حاجة. بعد كده بنمسح الصفوف القديمة كلها مرة واحدة. بعدها بنكون الروز الجديدة ونعملها insert للجدول الجديد. بس هنا بيرجع لنا السؤال القديم، ايه اللي هيحصل لو الانسيرت ديت فشلت؟ فلو الانسيرت فشل احنا بنرجع للسناب شوت القديمة اللي احنا واخدينها من شوية. يعني هنا بس احنا مش بس عملنا ديليت وبعدها انسيرت، لا، احنا كمان حافظين نسخة من القديم عشان نقدر نرجع له لو الجديد وقع. وخد بالك من حركة معينة، احنا شلنا الاي دي قبل ما نرجع نعمل انسيرت عشان الاي دي بيتولد اوتوماتيك، فلو حاولت ترجعه زي ما هو غالبا هتدخل في كونفليكت. فالباترن هنا باختصار هو سناب شوت، ديليت، انسيرت، ولو حصل فيل نعمل ريستور. وده بيقربك من رول باك سيفتي حتى من غير ترانزاكشن حقيقية. نيجي بقى لجزء المواعيد، وده من اكثر الفانكشنز المهمة هنا، لان الحجز مش مجرد ان انت تعمل انسيرت الابوينتمنت بس، لا، انت محتاج الاول تتعامل مع بيانات المريض اللي هو دخلها. فاحنا اول عملية هنا مش ان احنا نعمل انسيرت عادية بس، لا، احنا بنعمل ابسيرت على جدول المرضى. يعني لو المريض مش موجود بيضاف، لو موجود بالفعل يتحدث بدل ما نكرر نفس الشخص مرة تانية. والنقطة الأساسية هنا هي الجزء ده on conflict phone، لأن نفس المريض ممكن يحجز مرة ويرجع بعد شهور تاني يحجز تاني. فبدل ما يبقى عندك duplicate ريكورد للمريض، رقم التليفون هنا هو المفتاح اللي بيمنع التكرار. والاجنور دبليكيتس فولس معناها ان لو رقم التليفون دوت موجود بالفعل متتجاهلش البيانات المريض الجديدة واعمل لها ابديت. لما الابسيرت تخلص احنا كده بقى معانا البيشنت ديتيلز دوت اي دي، دوت هو اللي بنستخدمه عشان نربط الابوينتمنت بالمريض الصح. وخد بالك من حاجة مهمة هنا، الستيتس مكتوبة من الباك اند نفسه، يعني الكلاينت مش هو اللي بيقرر حالة الميعاد الجديد، اي ابوينتمنت جديدة تبدأ بوك. نيجي بقى للإلغاء، وهنا بقى في شوية نقط محتاجين احط الضوء عليها. اول نقطة ان انا ما استخدمتش ديليت، لا، استخدمت ابديت عشان الغاء الميعاد مش مجرد مسح رو وخلاص، لا، انت محتاج يكون معاك ريكوردز للميعادات اللي كانت قبل كده موجودة والحجوزات اللي فاتت. والنقطة التانية ان احنا عاملين اند بوينت مخصصة للكنسليشن، وده هو السبب ان الغاء الميعاد عبارة عن بزنس ايفنت، يعني عبارة عن ايفنت ليه قواعده البيانات اللي هو محتاجها. ولما اقول ان هو ليه قواعد ثابتة يعني لازم يكون في فيلدز بتتعمل كل مرة. يعني مثلا الستيتس لازم تبقى كانسل، لازم يتسجل سبب الالغاء، ولازم يتسجل وقت الالغاء. الحاجات دي مينفعش تكون معمولة من الفرونت اند، لا، لازم تكون معمولة من الباك اند. انا لو سبت الكانسليشن كابديت عادي يبقى الكلاينت هو اللي هيقرر معنى الالغاء، مرة يبعت الريزون مرة لأ، مرة يبعت وقت الالغاء ومرة لأ.
ومرة يغير الستاتس بس وخلاص. ودوت ما ينفعش عشان زي ما احنا قلنا الكانسليشن عبارة عن بيزنس ايفنت، يعني ايفنت ليه قواعده الخاصة البارامترز الخاصة بيه. اخر حاجة عندي هي اند بوينت قراءة كل المواعيد، وده هي ادمن اونلي. بالنسبة للام في بي ديت كفاية، بس انت بعدين ممكن تزود فلترز حسب الدكتور او التاريخ او الستاتس. الفيديو اللي جاي هننقل الكلام دوت لفرونت اند، ننقل نكريك داشبورد ونوصله للاي بي اي اللي احنا عملناه هنا. فلو انت حاسس ان السلسله ديت مفيده ليك ما تترددش تعمل سبسكرايب، ولو الفيديو دوت عجبك اعمل لايك. اشوفك الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.